السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسن. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي، قناة اخترنا لك مع نودي. يسعدني ويشرفني لو انتي أول مرة بتشوفيني أو بتشوفي القناة. اشتراكك في القناة، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل علشان أي حاجة جديدة أنزلها يوصل لكم مني إشعار بإذن الله. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، النهاردة هنعمل مع بعض الشاتو جاتو أو كيكة الشوكليت او جاتوه الشاتو زي ما بيتقال عليه. وهقولك على طريقة الصوص بالشوكولاتة ازاي يطلع معاكي قوامه تقيل وبيلمع كده وغامق. يعني هقولك على طريقته ازاي يطلع معاكي ناجح من اول مرة باذن الله. بصوا غرقانة ازاي في الشوكولاتة، وهقولك على طريقة في الكافيهات بيعملوها بيخلوا الكيك يطلع بالشكل ده. تابعي معايا الفيديو للاخر وانت هتعرفي طريقة الكافيهات بيعملوها ازاي وبيقدموها ازاي عشان تطلع معاكي الكيك غرقانة في الشوكولاتة كده. بصوا الطريقة سهلة وبسيطة وبأقل الإمكانيات من البيت هتطلعي حاجة حلوة لأولادك ومش مكلفة خالص. انت ممكن تشتريها من بره أو مثلا تطلبيها في الكافيه، بتبقى غالية جدا، لكن انت هتشوفي ان انت هتعمليها في بيتك وضامنة نظافتها، دي أول حاجة طبعا، وقد ايه هي مش مكلفة وهتطلعي منها كمية كبيرة جدا. بصوا غرقانة في الشوكولاتة ازاي، وطعمها وريحتها خطيرة. تاخديها بقى تحضري فنجان القهوة بتاعك أو مج الشاي، حاجة كده عظمة. بصوا دايبة في الشوكولاتة دايبة، حتى لو عندك ضيوف جايلك هتشرفك قدام ضيوفك لو عملتيها حتى وهم موجودين. اولا ما بتاخدش وقت وسريعة في التحضير، وغير ان هي بقى النتيجة بتاعتها ممتازة بإذن الله وهتشرفك قدام ضيوفك قدام اولادك. بصوا هي بتتكلم عن نفسها، انا مش محتاجة اتكلم، انتوا شايفين. بصوا غرقانة في الصوصة، والصوصة تقيلة وقوامها متماسك ازاي، ولونها غامق وفيها اللمعة. هو ده المطلوب كده، تبقى الصوصة بتاعت الكيكة مظبوطة بإذن الله. يلا مع بعض نشوف الخطوات ونشوف الطريقة وازاي هتطلع بالطريقة دي. اول حاجة هنحضرها مع بعض الصوص بتاع الشوكولاتة، لان لازم يدخل التلاجة شوية قبل الكيك. معايا كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية كاكاو خام، معايا معلقتين قرفة. الناس اللي مش بتحب القرفة تستغنى عن معلقتين القرفة. انا بحب الاول اعمل الصوص واعمله كميه كبيره، لان انا بحبها تكون غرقانه في الشوكولاته كده. حطيت كوبايه السكر مع كوبايه الكاكاو الخام مع كوبايه اللبن. الزيت ده هخليه في الاخر، لان هو ده بقى سر نجاح التركايه اللي جايه دي. بعد ما تضربيهم في الخلاط هو ده سر نجاح الصوصه، تطلع معاكي تقيله وقوامها متماسك. حطيت السكر مع كوبايه اللبن مع كوبايه الكاكاو مع معلقتين القرفه، وهبتدي اضربهم في الخلاط. تمام كده تمام كده، لحد دلوقتي المقادير سهلة وبسيطة والطريقة أبسط. يعني لو انتي بنوتة أول مرة تدخلي المطبخ تعملي كيك هتظبط معاكي إن شاء الله من أول مرة. هنا بقى بعد ما السكر واللبن والكاكاو ومعلقتين القرفة، هنزل بقى الزيت بالتدريج. هي دي بقى التركية اللي بتفرق ان هو تطلعهولك مظبوط بإذن الله. بصوا ما حطيتش الزيت كله، هنزله بالتدريج حبة ورا حبة. هاخد شوية واروح مشغلة الخلاط، وبعد كده افصل الخلاط واحط باقي الكمية، لان انا عايزاه يلف في الخلاط بالزيت عشان بيديله بيتقل بقى. الزيت بيخليه تقيل، بس ما تنزليش بيه مرة واحدة، تنزلي بيه اهي بقية الكمية. هنزل على 3 مرات. بصي دي المرة التانية، وبعد كده خلصت انا بقى ال3 مرات. بصي عامل ازاي، بصي القوام تقيل ومتماسك ازاي، وبصي اللمعة، لان انا نزلت بالزيت بالتدريج. وده بقى من عوامل نجاحه، ان انا مش بحط الزيت في الاول. اول خطوة دي. تاني خطوة ان انا بنزل بالزيت بتاعي تدريجيا على مرتين او على 3، بس انا افضل على 3 عشان يديك القوام ده. حبيت كمان اعمل الصوص عشان الناس اللي ما مش بتعرف يعني طريقة الصوصة، فادي يعتبر فيديوهين في فيديو واحد. هنا بصي جبت البولة ونزلت فيها عشان اوريهولك قد ايه هو متماسك وتقيل، واللون بتاعه غامق وفيه اللمعة. بصي عامل ازاي، بصي قوامه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اظن كده الطريقة مظبوطة، انتوا شايفين بعينيكم.
حابه انت تعملي الكميه دي وتحتفظي بيها في التلاجة، لما تعملي مثلا صينيه كيك صغيره وعايزه تحتفظي بيها حطيها في التلاجة مفيش اي مشكله. تعالوا بقى نحضر الكيك مع بعض. انا حطيت الصوص ده في التلاجة، عملته اول حاجه، وبعد كده نبدا في الكيك. معايا هنا 3 بيضات، فانيليا، نص كوبايه سكر، هاخد كوبايتين ونص طحين، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره بيكنج صودا رشه كده، وكوبايه الا ربع زيت. اول حاجه عملتها حطيت ال3 بيضات في البوله، وهنزل عليهم بالفانيليا، فانيليا، وهنزل عليهم بنص كوبايه السكر. انا شايفه ان كميه السكر دي مناسبه، ما تحاوليش تزودي لان انت حاطه سكر في الصوص بتاع الشوكليت. ولو كمان عايزه تقللي السكر ده خليه ربع كوبايه يبقى احسن عشان الاطفال. يعني على فكره انا كمان ما استخدمتش نص كوبايه السكر دي كلها، انا سبت منها حاجات، سبت منها كميه في الاخر كده ما اخدتهاش كلها، لان انا مش بحب السكر كتير عامه عشان في اطفال بتاكل معانا. هنا بقى بتضربي البيض مع الفانيليا مع السكر لحد ما يديك اللون البيج ده. بعد كده بتنزلي ببقيه المواد الخام بتاعتك، بالمواد السائله انا اسفه. هنا هنزل بكوبايه اللبن او الحليب زي ما بيتقال عليه في الدول العربيه، وبعد كده هنزل بكوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع زيت. وبعد كده معايا 3 معالق كاكاو خام، 3 معالق كاكاو خام. عايزه انت تخليهم 4 5 براحتك لو انت بتحبي الكيك غامق، بس احنا مغمقين الصوصه فهو مش هيبان من الكيك، الكيك مش هيبان، اللي هتبان الصوصه اللي فوقيه. بعد كده هنزل بكوبايتين ونص طحين. المقدار اللي انا عاملاه ده لصينيه مقاس 26، لصينيه مقاس 26. لو انت هتعملي صينيه اصغر هتقللي الكميه. كوبايتين ونص طحين. خلي بالك ان انا مستخدمه الكوبايه اللي انا اشتغلت بيها في كل المعايير بتاعه اللبن بتاعه الزيت بتاعه السكر. يعني انت كمان لو هتشتغلي بمج في بيتك يبقى مج هو يعني ما تغيرهوش. وهنا حطيت معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره بيكنج صودا. لو ما عندكيش بيكنج صودا استبدليها بخل، معلقه خل. وهضرب بقى كل المكونات دي بالمضرب الكهربائي، لو ما عندكيش ممكن في الخلاط او بالمضرب اليدوي المتوفر عندك في بيتك. طبعا قبليها انت بتكوني مسخنه الفرن بتاعك ومشغلاه على درجه حراره 180، لان انا قلت قبل كده ما تنفعش الكيك تدخل على فرن لسه بارد او لسه هيسخن، لازم يكون الفرن جاهز من قبليها على درجه حراره 180 في الشبكه، في الرف اللي في النص على الشبكه. هنا جبت المضرب اليدوي وقلبت بقى كل الخليط تمام كده. بصوا كده المقادير تمام ومظبوطه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وانا دهنها زبده وهبتدي احط فيها خليط الكيك. بصي انا دهنها زبده، انت لو ما عندكيش زبده ممكن تدهني زيت عادي، الماده الدهنيه المتاحه عندك. بصوا الخليط قد ايه سايل، المقادير كده مظبوطه. ده لمقاس صينيه 26 تقريبا، لان انا مش فاكره، يعني ممكن تكون 30، لان انا مش فاكره في الوقت اللي انا اشتريتها وهي مش مكتوب عليها اصلا. هنا بعد ما طلعت من الفرن، طبعا احنا متفقين ان الكيكه ما بتطلعش من الفرن على طول على الرخامه، بنفتح لها باب الفرن تاخد شويه من الهواء الخارجي وبعد كده بنطلعها على الرخامه. الحركه بقى دي اللي بيعملوها في الكافيهات، ان هم بيجيبوا اي حاجه مدوره كده بيروحوا واخدين مقورين بيها الكيك من النص. دي بس بيعملوها في الكب كيك اللي هو المولتن كيك، بيعملوها في الكب كيك ان هم بيقوروا كده حاجه من النص وبعد كده يحطوا فيها الشوكليت ويغطوا بحته الكيك اللي هم اخدوها. يعني هي الحته دي ما جاتش في المونتاج، بس انا جبت اي حاجه مدوره، اخدت قطعه من الكيك شبه المقوره كده وبعد كده حطيت من جواها صوص شوكولاته وبعد كده حطيت عليها القطعه اللي انا قطعتها، اللي انا دورتها بحته مدوره كده من عندي، آلة مدوره كده شبه المقوره كده بتاعت المحشي. وبعد كده حطيت عليها، بصي الصوص قد ايه تقل بعد كمان ما دخل التلاجة.
بصوا المكان اللي انا عملت، بصي هي اللي انا عملت بيه الدايره. هنا بقى جبت شوكولاته فرماسيه. ممكن لو انت مش عايزه تعملي الحركه بتاعت الكافيهات دي، عادي ان انت تجيبي مقوره او اي حاجه مدوره وتعملي بيها الكيك على شكل دايره، وبعد كده تاخدي الجزء اللي انت اخدتيه بعد ما تنزلي الصوص جواها بتغطيها كانها غطا كده. لو انت مش عايزه تعملي الحركه دي خلاص هتخرمي الكيك زي ما انا خرمته كده بالشيش طاووق، وتروحي منزله صوص الشوكليت عليه. وهنا شوكولاته فرماسيه لو مش موجوده عندك خلاص، دي حاجه اضافيه من عندي للشكل الخارجي، هي مش محتاجه حاجه اصلا. هنا بقى هجيب السكينه وهقطعها معاكي وهوريها لك. هنا بعد ما بردت، وملحوظه ما تحطيش الصوص بتاع الشوكولاته غير لما تكون الكيكه بارده، لان لو انت حطيتيها والكيكه سخنه مش هيمسك فيها وهيبقى مش متماسك كده بالشكل ده. يبقى بتسيبي الكيك يبرد الاول بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده بتنزلي عليه بصوص الشوكولاته اللي انت جايباه من التلاجة عشان يبقى تقيل ومتماسك معاكي كده. دي من عوامل نجاح برضو الصوص الشوكولاته على الكيك. هقطع لك حته بقى من الدايره اللي انا عملتها دي. عندك مقوره، عندك اي شكل مدور، تاخدي قطعه من الكيكه من النص تروحي منزله فيها شويه شوكليت وتروحي مغطياها بالحته اللي انت شلتيها. هما بيعملوها كده في الكافيهات وبيسموه مولتن كيك، بس بيعملوه في كاب كيك. مش مهم الشكل، مش مهم كاب كيك ولا معمول ازاي في الكافيهات، المهم النتيجه والطعم في الاخر يبقى حلو ويعجبنا. جربوا كيكه الشوكولاته او الشاتو جاتو بالطريقه دي، وطريقه الصوص بنفس الطريقه والخطوات، وان شاء الله هتطلع احسن من كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. بصوا الطعامه، وبالهنا والشفا اللي يجرب كيكه الشوكولاته بطريقه نودي وخطوات نودي. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناه اخترنا لك مع نودي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.